السلام عليكم اخوات حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الكلام كالعاده لازم نبدا كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا يبارك لنا ان شاء الله. جاي لكم النهارده في عنوانين مهمين جدا، واولهم ان قرر الاتحاد المصري لكره القدم تعليق قيد 3 أندية. تعليق قيد 3 أندية وهم الزمالك والإسماعيلي وفاركو. تمام، لحين سداد المديونية المتأخرة عليهم. ال3 أندية دولت توقف لهم القيد لحين سداد المديونية المتأخرة عليهم، علما بأن الزمالك المديونية بتاعته تتخطى 30 مليون جنيه. طب الزمالك معهوش هيعمل ايه؟ ده غير اني فاضل على غلق القيد 6 ايام، وما زال الانتقالات الصيفية شغالة. فاضل 6 ايام والزمالك عليه 30 مليون، وعارفين ان الزمالك يعني الميزانية عنده مش سامحة. فهل يا ترى بعد كده هل الامور هتتيح ان هو يسدد المديونية، ولا ايه اللي اتحاد الكورة هيتم معاهم ايه؟ لسه مش عارفين، فهنعرف في المرات القادمة ان شاء الله. تاني خبر عندنا فريق بيراميدز، ان هو اعلن مجلس ادارة النادي بيراميدز ان هما يوم الاثنين القادم ان شاء الله هيعملوا احتفالية بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا اللي خدوها. طبعا دي اول مرة في حياة بيراميدز ان هو ياخد بطولة الكبيرة ديت الموسم ده. فطبعا هيعملوا احتفالية يوم الاثنين ان شاء الله، وهيحضرها الفريق الاول بكرة القدم والمجلس الجهاز الفني والإدارة التنفيذية، وهيدعو كل مسؤولين الكرة في مصر وفي الوطن العربي والقارة الأفريقية. ده غير ان هم هيقولوا لأساطير كرة القدم العالمية والإفريقية. فيا ترى بقى مين اللي هيجي؟ فاحنا مش عارفين لسه مين اللي هيجي في الاحتفالية ديت وهتكون شكلها ايه. طبعا بيراميدز في الماديات يعني كويس جدا، فاكيد هيبقى، انا اتوقع ان هتبقى احتفالية كبيرة وجميلة طبعا، بس اكيد مش زي الاهلي عالمي عالمي. اه والله. ودي كانت نهاية حلقتنا النهارده، وما تنسوش